موقف ياسر إبراهيم من اللحاق بمباراة الأهلي وسيمبا التنزاني. يتأهب فريق الأهلي لملاقاة سيمبا في تنزانيا بمباراة ذهاب الدور ربع نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا يوم 29 مارس الجاري. وحسب التقارير فإن الجهاز الطبي بالنادي الأهلي قد أكد عدم جاهزية ياسر إبراهيم لخوض مواجهة سيمبا التنزاني المقرر إقامتها خارج الديار. ويغيب ياسر إبراهيم عن المشاركة مع فريق الأهلي بسبب معاناته من إصابة قوية في العضلة الخلفية قد تعرض لها خلال مباراة ميدياما الغاني في الجولة الخامسة من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا. غيابات الأهلي أمام سيمبا في دوري أبطال أفريقيا. محمود الزنفوري يغيب عن الأهلي أمام سيمبا التنزاني في دوري أبطال إفريقيا لعدم قيده في قائمة الفريق الإفريقية. عمر كمال عبد الواحد يغيب عن الأهلي أمام سيمبا التنزاني في دوري أبطال إفريقيا لعدم قيده في قائمة الفريق الإفريقية. أليو ديانج يغيب عن الأهلي أمام سيمبا التنزاني في دوري أبطال إفريقيا بسبب الإصابة. ياسر إبراهيم هناك صعوبة كبيرة في وجود اللاعب مع الأهلي أمام سيمبا بدوري أبطال إفريقيا بسبب الإصابة التي يعاني منها اللاعب. محمد الشناوي يغيب عن الأهلي أمام سيمبا التنزاني في دوري أبطال إفريقيا بسبب الإصابة. محمد الضو كريستو هناك حالة من الشكوك حول مشاركة اللاعب مع الأهلي أمام سيمبا التنزاني بسبب الإصابة التي يعاني منها. موعد وصول منتخبات نيوزيلندا وتونس إلى القاهرة للمشاركة في بطولة كأس العاصمة الإدارية الجديدة. وكان الفوج الأول من منتخب نيوزيلندا قد وصل قبل ساعات لترتيب الاستقبال البعثة، بينما سيصل الفوج الثاني غدا، فيما تصل بعثة المنتخب التونسي غدا بمشيئة الله. وتقرر أن تصل بعثة منتخب كرواتيا بكامل نجومها الخميس المقبل على متن طائرة خاصة. انضمام كل من محمد شريف وحمدي فتحي لمعسكر منتخب مصر. أعلن اتحاد الكرة مساء اليوم الأحد انضمام الثنائي المحترف حمدي فتحي لاعب وسط الوكرة القطري ومحمد شريف مهاجم فريق الخليج السعودي إلى معسكر منتخب مصر. مصدر بالأهلي: سنطلب الساعة الكاملة لاستاد القاهرة في مباراة الإياب ضد سيمبا التنزاني. أكد مصدر من نادي الأهلي أن الفريق سيطالب بالساعة الكاملة لاستاد القاهرة الدولي ملعب مباراة الإياب ضد فريق سيمبا التنزاني في دور ربع نهائي من دوري أبطال أفريقيا. الاتفاق تم مع ثلاثة تطورات مفاوضات الأهلي لتمديد عقود 7 لاعبين. الثلاثي عمرو السولية وعلي معلول ومحمد هاني ينتهي تعاقدهم بنهاية الموسم الحالي، بينما ينتهي تعاقد محمد عبد المنعم وبيرسي تاو وطاهر محمد طاهر ومحمد الشناوي بنهاية موسم 2025، منوها إلى أنه قد تم الاتفاق بشكل نهائي مع محمد هاني وربما وقع عقوده قبل الانضمام لمعسكر المنتخب الوطني. وهناك اتفاق فعلي مع عمرو السولية سيتم بلورته لتوقيع نهائي خلال الساعات القليلة المقبلة. الأهلي اتفق بالفعل على تمديد تعاقد طاهر محمد طاهر، وذلك بناء على طلب من كولر. وهناك مفاوضات مع الشناوي وعبد المنعم وبيرسي تاو لتمديد تعاقدهما أيضا.